اقول لكم ان كلامي مظبوط. بص انا هبدأ اعمل كلاكس، هو المفروض اللي هو ايه يتحرك. لا ده مش بهيمة، ده جاموسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو على لعبة باص سيميليتور. قبل ما نبدأ اي حاجة ما تنساش الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد بقى يسألني انت بقالك فترة ما بتنزلش من السلسلة دي. هقول لكم لان يا جدعان كنت بحضر المبلغ علشان اجيب حافلة جديدة. تعالى بقى اوريكم شكلها، وزي ما انتم شايفين انا عامل لها تعديلات عشان تبقى شكلها جميل. قولوا لي رأيكم. انا عن نفسي شكلها خرافي، وكمان الحافلة دي ميزتها ان هي دورين، يعني حاجة ايه عجباني قوي. بس انا كنت نفسي اجيب حافلة من شركة مرسيدس علشان هي كانت غالية، وكمان ما فيهاش المواصفات اللي انتوا شايفينها دي. يعني مرسيدس اللي كانت غالية ما فيهاش دورين، دي زي ما انتوا شايفين ارخص منها وفيها دورين. تعالى بقى اوريكم شكلها من جوه، وزي ما انتوا شايفين ده شكلها. خلينا بس ندوس على زرار الانذار عشان صوته مزعج قوي. تعالى بقى اوريكم الشكل من هنا زي ما انتوا شايفين. يعني بعد ما اوريكم شكل الحافله من جوه ومن بره، فقولوا لي بقى ايه رايكم. انا شايف شكلها خرافي جدا. خلينا بقى نبدا نتحرك تمام علشان نروح الباركن. وزي ما انتم شايفين احنا بدانا نتحرك، وزي ما انتم شايفين الركنه طويله جدا، فخلينا نركن كده ركنه ايه مظبوطه تمام. خلينا بقى نفتح لهم الصندوق الامتعه، وخلينا نفتح لهم الباب برضو، وخلينا برضو نفتح لهم الواي فاي والشاشات. ثانيه بقى واحده بقى عشان انا جايب الحافله غاليه قوي تمام، ولو ما طلعش فيها الميزه دي انا هزعل بجد. بس خلينا عشان ما ننساش نقفل الباب ونتاكد اللي هو قفل تمام. الميزه اللي هي المفروض تبقى هنا اللي انا لسه كنت بكلمكم عنها، اللي هي المفروض يبقى هنا في حمام، فربنا يسترها هزعل قوي. تمام طلع في حمام هنا في الحافله، كويس تمام. خلينا بقى نبدا نتحرك تمام. خلينا نعمل ار ونرجع لورا. بعد ما رجعنا خلينا بقى نتقدم ونبدأ نتحرك تمام. في سلاسة عالية جدا وانا بتحرك، يعني انا هحوج لمين وبصوا بقى على السلاسة. بص يا نهار ابيض. تعالى بقى اوريكم الكلاكس الجديد تمام. ده كلاكس ايه مناسب للبهايم. الكلاكس ده معمول للبهايم. اقول لكم ان كلامي مظبوط. بص انا هبدأ اعمل كلاكس، هو المفروض اللي هو ايه يتحرك. لا ده مش بهيمة، ده جاموسة. ده عبيط ده ولا ايه؟ بيقول اسعار التذاكر مرتفعة. حبيبي انت قاعد في حافلة مبلغها 190,000، هاتهم وبعدين اتكلم. خلينا بس نحور يمين كده تمام كويس قوي. انا مش مخليها غالية ولا رخيصة، انا مخلي سعر التذكرة 23 دولار. لما كنت معايا الحافلة من شركة مرسيدس كنت مخليها 22، دي المفروض كنت اخليها 24. انتوا شايفين انا غالي كده ولا ايه؟ تعالوا بقى اوريكم ايه وهي ماشية كده ايه من بره تمام. يا ربي شكلها كده جميل وخرافي. خلينا بقى ندخل جوه كده عشان احنا كده بنستقبل وهنخبط. انا خايف اول اللي قدامي ده، خايف مرة واحدة ايه يدوس فرامل. خلينا بقى ندوس اشاره لمين كده عشان هنحوك كده لمين تمام. ثانيه واحده يا جدعان انا نسيت اكلهم تمام كده اكلتهم. هذه الحافله مريحه حقا. ايوه كده، دول بقى الناس اللي ايه عندهم عقل. ان شاء الله هنزل لكم سلسله من باص سيميليتور تمام، وهنسافر بالحافله دي. يعني بص انا اديك كلاكس بدون كلام، دخل لمين ده بقى بهيم. اما الحافله اللي كانت قدامي وبديها كلاكس ده كاموسه ده ولا معرفش. خلينا بقى نحوج لمين تمام. فاضل 50 كيلو ونوصل. دول بقى بهاي. بص اريد الاستماع للموسيقى تمام. هدوس انا الفاتح تمام. خلينا بقى ندوس اشاره لمين كده عشان ايه هنحوج وطالعين على كوبري. انا عايز بس اعدي من الشحانه اللي قدامي دي عشان حاسس ان انا ايه هخبط. كنت لسه بتكلم بس الحمد لله يعني ايه هي بعدت عني. خلينا بقى نحاول كده نسبقها. ايوه تمام سبقناها، وزي ما انتم شايفين وصلنا المكان. خلينا بقى ايه ندخل كده.
خلاص كده ما فاضلش الا ايه الرك. ربنا يستر بقى هنا مش نايس. ايوه. ما تقوليش. يا نهار اسود. هنعيد بقى الركنة تاني. تمام. يا رب تظبط بقى. تمام ظبطت اخيرا. هذه الرحلة رائعة. وزي ما انتم شايفين خدنا في الرحلة دي 2695. وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وزي ما انا وعدتكم ان انا هعمل لكم سلسلة اللي انا هنسافر بالحافلة دي. والسلام عليكم.